وناس كتير بتتكسف تسأل السؤال ده. السبب الرئيسي الامساك. ايه هي خطوات الكشف؟ ده بيخف وما بيرجعش تاني ان شاء الله لو السبب ما رجعش، فعلاجه بيكون سهل. طيب بعد ما اتكلمنا عن البواسير وتفاصيلها وعلاجها والوقاية منها، خلينا نتكلم عن مرض تاني من أكتر الأمراض الشرج المنتشرة. تمام. وناس كتير بتتكسف تسأل السؤال ده. هو ليه الشرخ الشرجي مؤلم بالشكل ده؟ يعني الناس بتشتكي إن هي ما بتقدرش تدخل الحمام، تخاف تاكل عشان ما تدخلش الحمام. تمام. الألم بيستمر لساعات بعد دخول الحمام. ليه الشرخ الشرجي مؤلم كده؟ طيب هو الشرخ الشرجي خلينا نعرفه في البداية، هو من اسمه شرخ يعني جرح أو قطع. القطع ده بيكون في الجزء الجلدي من الشرج. الجزء ده مشكلته ان هو غني جدا بالاعصاب الحسيه، فبالتالي الالم فيه بيبقى شديد جدا جدا. يعني هو جرح في مكان حساس في الجسم، فالجسم بيتعامل معاه بعنف. اكيد لا، مش بيتعاملش معاه بعنف، هو يعني الاعصاب الحسيه اللي موجوده في المكان دوت بتسمع او المريض بيحس بيها بالم شديد. تمام. الحاجه الثانيه ان هو اثناء الالم او نتيجه الالم رد فعل لا تلقائي، بيحصل انقباض او تشنج في العضله اللي موجوده في قناه الشرج او العضله اللي بتتحكم في عمليه الاخراج. فبالتالي المريض بيدخل في دايره مغلقه كده بيلف فيها. امساك عمل له شرخ، الشرخ ده مسبب له ألم شديد، الألم الشديد عامل انقباض أو تشنج في عضلات الشرج، تشنج عضلات الشرج مخلي عنده صعوبة في الإخراج فمزود مع الإمساك، فبيلف في الدايرة دي. ايه الموضوع مؤلم بشكل كبير. أكيد طبعا، أكتر مرض مؤلم في الشرج هو الشرخ الشرجي. طيب هو في أنواع ولا نوع واحد؟ طبعا الشرخ الشرجي نوعين، في شرخ حاد ده لسه حاصل، لو اتلحق في بدايته بيخف تماما بمجرد شوية كريمات وأدوية، تعليمات بنقولها للمريض. الشرخ بيخف خلال أسبوعين ل3 أسابيع إن شاء الله. ده النوع الحاد. ده النوع الحاد. النوع التاني اللي هو اللي لسه حاصل، المريض لحقه في أوله وكشف وتعالج صح. ده بيخف وما بيرجعش تاني إن شاء الله لو السبب ما رجعش. تمام. النوع التاني هو الشرخ المزمن، ده شرخ بيتكرر على المريض في نفس المكان. كل شوية يجيله ألم في الشرج، ياخد شوية علاجات يخف، أو ما يخفش خالص يقفل على تليف فيرجع نفس المشكلة تاني مع أي دور إمساك أو إسهال شديد. فالشرخ المزمن ده شرخ متكرر بيحصل كتير في نفس المكان. تمام. أسألك سؤال، أنت قلت لي دلوقتي بيتعالج لو السبب ما رجعش. إيه أسباب أصلا الإصابة بالشرخ الشرجي؟ السبب الرئيسي الإمساك، رقم 1 الإمساك الشديد، رقم 2 الإسهال الشديد. في أسباب يعني غير شائعة أو أسباب ما بتبقاش كتير أو بنشوفها، إن هو إصابة للمكان. يعني في ناس مثلا بتستخدم شطاف شديد قوي علشان خاطر يعمل حمام، ده ممكن يسبب له شرخ شرجي. تمام. دي الحاجات أو الأشهر الأسباب اللي بتسبب الشرخ الشرجي. أوكي. طيب الشرخ الشرجي الحاد ده بيبقى بدايته المرحلة الأولى وبيتحول لمرحلة تانية، ولا هو أوريدي بيحصل مرحلة، هو ده نوع وده نوع؟ احنا قلنا الشرخ الحاد ده شرخ لسه حاصل، ما عداش على حدوثه اكتر من 6 أسابيع، لكن ممكن يتحول لمزمن، يعني جرح فريش بالبلدي كده. تمام. فما فيهوش انسجه ميته، ما فيهوش انسجه متليفه، فعلاجه بيكون سهل. بنقدر نستخدم كريمات موضعيه، بناخد ملينات، بنستخدم حاجات تحسن التغذيه الدمويه ان هي توصل للمكان، ممكن ناخد باسط للعضلات يفك التشنج اللي موجود، ممكن في بعض الحالات المقاومه للعلاج نعمل حاجه اسمها حقن بوتوكس في العضله بحيث نفك التشنج دوت ونحسن التغذيه الدمويه ان توصل لمكان الشرخ فيقفل بسرعه. لو اتلحق زي ما قلت لك في اول 6 أسابيع من حدوثه وما كانش فيه تليفات، بالعلاج بيخف خلال أسبوعين ل3 أسابيع. شوية تعليمات بنقولها للمريض، طريقة أكل معينة، شرب سوائل بكميات معينة، طريقة دخول حمام، مغطس مية دافية بحيث ان هي تحسن الدورة الدموية ان هي توصل للمكان وتفك التشنج اللي موجود في عضلة الشرج. فالشرخ الحاد شرخ لسه فريش، لسه حاصل، ما عداش على حدوثه شهر ونص، ده علاجه سهل جدا. طيب. لكن لو أهملنا الشرخ الحاد ده بقى تمام، أو ما تعالجش صح، أو المريض ما صبرش عليه في العلاج، ساعتها بيتحول لشرخ مزمن، شرخ متليف في أنسجة ميتة ما بتخليش الشرخ يقفل للآخر بالبلدي كده. تمام. فبيبقى المكان ضعيف جدا، مع أي دور إمساك أو إسهال هيفتح تاني. تمام. فده بيحتاج تدخل، بيحتاج عملية بسيطة قوي برضو باستخدام الليزر. طيب ما أنا بقى هنا النقطة التانية، أنا لما أجي أكشف في العيادة، لما حد يروح يكشف، إيه هي خطوات الكشف والتشخيص؟ يعني مثلا في أجهزة حديثة
في العلاج والكشف طبعا الشرخ الشرجي احنا بنفحص المريض، في الغالب بيبقى فحص ظاهري لان المريض بيكون متألم جدا، فما بنقدرش نفحصه يعني ندخل ايدنا او نعمل فحص شديد لان المريض بيكون متألم في جرح موجود. احنا ممكن نستخدم المنظار الشرجي برضو في ان احنا نشوف الشرخ وحجم الشرخ ده في الكشف. ده في الكشف طبعا. مريض مثلا اهمل الشرخ المزمن بقى وحصل له مضاعفات فيه، يعني الشرخ المزمن ده اساسا لو اهملناه كمان وما خدناش قرار العمليه بدري ممكن يحصل فيه مضاعفات، انه يحصل فيه ناسور، حاجه اسمها ناسور شرخي. هو صحيح بيبقى ناسور سطحي مش ناسور عميق او ناسور متشعب، لكنه برضو مشكله بتاخر مع المريض او بتطول معاه فتره النقاهه بعد العمليه. فساعتها ممكن لو هو عنده ناسور شرخي ممكن نعمل له فحص بالسونار الشرجي علشان نتاكد من حجم الناسور وان هو ناسور سطحي مش متشعب. طيب حضرتك بتقولي العمليه، كلمه عمليه بتخضنا كلنا. ماشي، العمليه دي بتبقى بايه؟ يعني عباره عن ايه؟ في اجهزه متطوره في العمليات دي ولا يعني والناس بتحتاج بعدها وقت قد ايه عشان تقدر ان هي تخف منها؟ لا العمليه دلوقتي بقت سهله خالص باستخدام الليزر، عمليه بسيطه 5 ل 10 دقائق في غرفه العمليات. فكره العمليه عموما ان احنا بنعمل تنظيف للشرخ ده. فبدل زمان ما كنا بنستخدم الدياسيرمي او الكي الحراري في ان احنا نعمل التنظيف ده، لا احنا بنستخدم الليزر. زمان كنا بنعمل قطع في العضله الداخليه علشان نفك التشنج اللي موجود. لا دلوقتي بقينا نعمل حاجه اسمها سفينكترولايسيس، تريح او اطاله في العضله باستخدام الليزر. العلاج بقى سهل جدا وفتره نقاهه قليله. يعني لو الموضوع بسيط 4-5 ايام اسبوع بالكتير المريض بيمارس حياته. تمام. الالام بعد العمليه لا تقارن بالالام قبل العمليه. يعني قبل العمليه كتير قوي من المرضى اللي بيعملوا عمليات الشرخ الشرجي او معظمهم يمكن يقول لي انا صحيح في الم بعد العمليه وقت الحمام، لكنه لا يقارن بالالم قبل العمليه. الالم قبل العمليه عندي كان بيبقى وقت الحمام ويستمر معايا اليوم كله. بيقعد بعد كده فترات. لكن انا دلوقتي الالم وقت الحمام، انا عامل العمليه مثلا من يومين والالم وقت الحمام وبينتهي اول ما بخلص حمامي. بيتناقص خلال اسبوع 10 ايام تقريبا الالم بتاع العمليه ده خف. هي دي وانا خفيت من المشكله. ده الليزر. ده الليزر. طب وامتى بقى بتستخدم الجراحه في علاج؟ احنا تقريبا في علاج الشرخ الشرجي ما بقيناش نعمل الجراحه التقليديه خلاص، حتى لو مزمن او في اي مشكله. حتى الزوايد الجلديه اللي بتبقى نازله نتيجه الشرخ الشرجي دلوقتي بنشيلها باستخدام الليزر برضه. يعني كله ليزر ما بقاش فيه جراحه؟ يعني بنسبه نقول 99% من الحالات ما فيهاش جراحه. تمام. طيب اديني نصايح كده سريعه ان احنا ازاي نخلي بالنا ما يجيلناش الشرخ الشرجي. طيب زي ما قلنا الاسباب. لو انا تجنبت الاسباب ان شاء الله هتجنب المشكله. السبب الرئيسي الامساك. لو انا تجنبت الامساك، ظبطت اكلي، خدت كميه كافيه من الالياف، وزعت وجباتي على مدار اليوم. يعني في ناس مثلا تجمع اكلها كله في طقه او طقتين. في ناس بتاكل مره الصبح ومره بالليل وخلاص. ده مش صح خالص. ده طبعا مشكله كبيره. لازم يبقى وجبات قليله على فترات قريبه. دايما يومي ما يعديش بدون فواكه او خضروات. تمام. كميات كافيه من السوائل، ميه كتير.